تيجي أقولك على الكنز اللي بجد وحق وحقيقي. شبكة علاقاتك. شبكة علاقاتك هي قوتك. ازاي البيرسونال براندنج ممكن يقوي شبكة العلاقات دي؟ في ناس بتفكر ان بناء البراند الشخصي هدفه بس ابيع اكتر، ازود عدد متابعين، ابني ثقة ما بيني وما بين الجمهور. لكن خليني اقولك النهاردة على الفايدة اللي فعليا ممكن تغير حياتك كلها. الناس اللي حواليك بتتغير، شبكة علاقاتك نفسها بتبقى أقوى. لو عاوز تفهم إزاي فخليني أقولك إنك لما بتبني بيرسونال براندنج صح، ده اللي بيحصل. واحد، الناس الصح بتبدأ تلاحظك، انت مش بتدور عليهم، هم اللي بيلاقوك لانك بتتكلم بلغتهم وبتحل مشاكلهم وبتظهر لهم باستمرار. اتنين، هتبدأ تتعرف على ناس في الطبيعي ان هم بيبقوا مشغولين، لكن هيفضوا وقتهم ليك علشان هم بيحبوا يتابعوك. ليه؟ لان بقى ليك قيمة واضحة وطريقة عرض للمحتوى بتاعك محترمة بتعجبهم. تلاتة، الفرص بتبدأ تدخلك من باب الثقة فيك، والناس بتعرفك على ناس غيرهم. حد بيبدأ يرشحك لجلسات استشارة، أو شركة تكلمك عشان تطلب تعمل معاك مشروع. تقرير من لينكدين انسايتس بتقول الناس اللي عندهم براند شخصي واضح وصريح، فرصة التعاون والشراكات عندهم بتزيد بنسبة أكتر من 79% مقارنة باللي بيعتمدوا بس على علاقاتهم القديمة. طيب إزاي تبدأ تبني شبكة علاقات قوية من خلال البيرسونال براندنج بتاعك؟ واحد، شارك مع الناس التجارب اللي انت بتمر بيها بصدق. الناس مش عاوزة المثالي، الناس عايزة الحقيقي اللي بينجح وبيغلط وبيتعلم. اتنين، ابدأ علق على محتوى الناس اللي انت بتحترمهم بس بطريقة لطيفة وكويسة، مش مجرد مدح فيهم. قول رأيك أو شارك وجهة نظرك واربط ده بالمحتوى اللي انت بتقدمه. تلاتة، لما تبدأ تبعت لحد عشان تتواصل معاه، ابعت له من مكانتك كبراند شخصي. ما تبعتش تقول أنا عندي خدمة، قول أنا فلان وبتكلم في كذا وكنت شايف والله إن إحنا ممكن نخلق حاجة مفيدة سوا ونتعاون فيها مع بعض. قول لي كده في الكومنتات لو البيرسونال براندنج فتح لك سكة مع شخص ما كنتش تحلم تتواصل معاه. هستنى رأيك. السلام عليكم.